السلام عليكم ازول بلاتون. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده واحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حوته في الفرن معمره بالشعريه الصينيه. انا خديت هاد الحوته يا البنات، تقدروا تاخذوا اي نوع في الحوت، يعني اي نوع بغيتو. المهم غنبداو معكم، غادي نقيها معكم. اول حاجه يا البنات واحد السكين ماضي، واحد المقص، وكنبداو نقطعوا في الزعانف اللي كيكونوا في الظهر والجنيبات لتحت واللي كيكونوا في حدا الراس. ومن بعد ما كنساليو من هاد الزحانف كنقطعوهم، خاصنا نقيوها. وجا الدور باش نقشروا الحوته ديالنا من النقشور اللي كيكون فيها. غادي نوضعها يا البنات في واحد البانيو ما يكون عامر بالماء باش ديك القشور وما يطيروش لينا في المطبخ كامل. المهم البنات كنبقاو نحيدوا داك القشور حتى نقيو الحوته ديالنا كامله وكنغسلوها. عاد كندوزو يا البنات باش نحلوها من الظهر ديالها. المهم البنات انا صراحه كتجيني التعميره ديالها في هكا ملي كنعمرها هكا في الظهر ديالها، كتجي التعميره ديالها مزيانه. المهم البنات غادي ناخذ الحوته ديالنا هكا نحطوها هكا باش نقطعوها هكا من الظهر. كنبقاو البنات نقطعوها حتى كنوصلوا للكرش ديالها وكنقيوها من داك، كنحيدو داك المصارن وكنحيدو كلشي وكنديها نغسلها. كنبقى نغسلها البنات حتى كتنقى مزيان وكنحطها باش تقطر. غادي ندوزو البنات باش نوجد معكم الشرموله اللي غادي ندير للحوت. كنحتاجو البنات بالنسبه للعطريه كنحتاجو الملح على حسب الذوق، والهريسه المطحونه، وكنحتاجو البزار، الكمون، الخرقوم، سكنجبير، والعطريه ديال الحوت، والثومه محكوكه، وشويه ديال الهريسه. المهم البنات كنحط كلشي في الاناء ديالي وكنعصر عليها حامضه كامله. كنحيدو داك العظومه ديال الحامضه باش ما يطيحوش لينا. الا عندكم هذيك اللي كتعصر الحامض صراحه احسن، انا ما عنديش هادشي علاش استعملت غير يدي. كنضيف البنات نص كاس ديال الماء وكناخذ الحوته ديالنا. يعني احسن حاجه ملي تحلوها هكا في الظهر ديالها تبقاو تقطعوها هكا تفتحوها هكا في الفوق في كرشها، ولكن عاوتاني ما تفتحوهاش بزاف، غير شويه وصافي باش هذيك الشرموله تدخل في الحوته. المهم البنات من بعد ما شرمت الحوته ديالي خليتها هكا باش تشرمل في هذيك الشرموله. كناخذ البنات الشعريه الصينيه ديالي، كندير الماء حتى كيسخن، حتى كيغلى الماء، عاد كنخوي على الشعريه الصينيه ديالي وكنخليها هكا ترطب. من بعد البنات غادي نوجد الحشوه اللي غادي نخلط مع هذيك الشعريه الصينيه اللي هي كورجيطه، قرعه خضراء، وخيزو، وبصله، صبور مع معدنوس. المهم البنات راه زدت شويه د القزبر على هاد الحوته ديالي حيت نسيتها. دابا عاد غادي ندوز في التقطيعه، حيت كما قلت لكم يعني احسن حاجه تقطعوها في ديك الساعه اللي تحلوا السانسور ديالها تقطعوها. انا خليتها حتى لدابا، عاد قطعتها باش هكا تدخلوا فيها العطريه. يعني ضروري تحلوها شويه. من بعد البنات ما كتقطعوها هكا يعني كتدخلوا ديك الشرموله بيدكم هكا في ديك البلايص اللي قطعناها صافي البنات. المهم البنات بالنسبه لهاد الشرموله اللي بقات غتخليوها حتى كتقادوا كلشي في الطاوه ديالكم. عاد كتخليوها على الحوته ديالنا. من بعد البنات ما قطعتها دخلت هذيك الشرموله كما قلت لكم في ديك البلايص اللي قطعت، وخليت هاد الحوته هكا خليتها تشرب من ديك الشرموله حتى نسالي من العماره اللي غادي نعمر بها الحوته ديالي. هذه هي الطريقه ديالي البنات اللي كتجي رائعه ولذيذه. المهم البنات كناخذ المقله ديالي كندير فيها زيت الزيتون وكندير داكشي كامل اللي قدمت معكم، يعني كنحطو كامل، يعني ما كنشحرش كل حاجه بوحديتها. انا حطيت كلشي وزدت العطريه ديالي هي درت الملحه وبقيت كنحرك هكا يا البنات فوق البوطه ديالي وبقيت كنحرك. عاد نزيد العطريه دابا. المهم البنات زدت الفطر الا عندكم يعني ديروه، ما عندكمش تقدروا ديروا الطون ولا ديروا قيمرون، يعني اي حاجه. المهم زدت الزيتون. دابا البنات درت شويه الخرقوم ودرت البنات شويه ديال الكمون ودرت شويه السكنجبير تحميره، ودرت البنات واحد ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجا على حسب الذوق. انا كتعجبني صلصه الصوجا.
المهم البنات من بعد ما طابت ديك الحشوه ديالي عاد غادي نزيد الشعريه الصينيه ديالي. صافي كنبقى نحرك مع هذيك الشعريه الصينيه، يعني انا كنخلي شويه البوطه شاعله شويه وكنطفيها وكنخلي ديك الشموره حتى تبرد البنات. هنا خديت الطبق اللي غادي ندخل الفران، دهنته بشويه زيت الزيتون. بالنسبه للبنات الخضره انا قطعت هكا فلفله، قطعتها عندي خضره وحمراء وصفراء، قطعتهم هكا دوائر، وقطعت بصيله ومطيشه. تقدروا البنات ديروا الجزر، يعني تقطعوا هكا الدوائر وطيبوه نص طياب. بالنسبه لي انايا اكتفيت غير ببصله وفلفله الوان ومطيشه. المهم البنات كما قلت لكم دابا ملي غادي نستف الخضره ديالي هنايا غادي الحوت ديالي فوقها، وغادي نعمرها بالشعريه الصينيه. عاد غادي ناخذ هذيك الصرموله اللي بقات ليا وغادي نزيد عليها واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نخويها على هاد الخضر ندخلها الفرن، وزدت عليها حتى شويه ديال الزيت خويتها عليها في الفوق. المهم راه ديك اللقطه راه مشات ليا في الفيديو. بالنسبه للبنات اللي باقي ما دخلوش عندي انستغرام ديالي وباقي ما دخلوش عندي الفيسبوك، راه كاينين في الشاشه هنايا، دخلوا عندي. راه كنبقى نحط ستوريات هكا في الانستغرام وفيسبوك حتى هو كنبقى نحط فيه فيديوهات. من بعد البنات ما استفدت الفلفله ديالي واستفدت مطيشه وبصيله، غادي نستف دابا بطاطا. دابا حطيت الحوته ديالي البنات وغادي نعمرها هكا كما قلت لكم. انا حليتها في الدار حيت كتبقى هكا يعني كتهز بزاف هكا ملي كتبغي تعمريها كتهز بزاف، وفي نفس الوقت كتجي صراحه بنينه الصراحه البنات. جربوا هذه الطريقه ديالي صراحه كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. هاي المهم البنات من بعد ما عمرت الشعريه الصينيه ديالي بقى ليا شويه هكا، فرقتها هكا على ديك الخضره وصافي زينتها بحامض والزيتون وفلفله حاره. هي البنات من بعد ما طابت صراحه راه مشات ليا واحد اللقطه في الفيديو. هنايا قدمتها البنات باش ناكلوها، صراحه جات بنينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها وردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم.